لا 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 لا، عايز اقول لك على حاجه. عمر الاهلي ما ينسحب ابدا. ينسحب ليه؟ يا جدع صلى على النبي بقى. يا جدع ده ايام الكابتن صالح سليم ما راح في ماتش المقاولين وما عرفش كانت ترسانه. ايام كابتن صالح سليم. وده اقول لك على حاجه، اصبر بس. ولو لجنه الانضباط خدت العقوبه بتاع الكهرباء اقسم بالله كنت هتنسحبوا. اقسم، انا بقول لك بقسم بالله كنت هتنسحبوا، لان هم ايد الاهلي قويه. لما قال لك هنسحب غيروا كل المفاهيم بتاعت لجنه الانضباط وشافوا لها 100 مخرج، وشافوا من هنا وشافوا من هنا، ولما الزمالك قال هنسحب قال لك خلاص خلي الزمالك ينسحب. انما النادي الاهلي يا عم يا استاذ اشرف خلينا في الماتش اللي جاي. سيبك بقى من اللي فات، اللي فات مات عشان ما نفتحش خلاص بقى يا انت مش قدها. انت يوم الاحد معانا، يوم الاحد معانا، يوم الاحد معانا احنا الثلاثه في رهان. مفيش رهان يا حبيبي. معانا كابتن اكرامي، معانا كابتن اكرامي. ايه انسحبت؟ لا ما انسحبش. رد علي انت يا مهيب لحسن انا عامل زي جماهير اللي برضه تقول لي اهدى. هو كان الرهان على ايه؟ على انا قلت لك على صد ده. انا قلت لك قبل ماتش الهلال لما عرفت ان انت هتخش واخد بالك، قلت قابل الرجاء خد البطوله، قابل الترجي خد البطوله، قابل الوداد خد. مش حصل معاك يعني انت مش خايف من ماتش يوم الاحد الاهلي ان شاء الله يفوز؟ ما كنتش خايف لغايه ما الجون دخل. لا يعني خفت يعني بعد ايه؟ يعني والله لو 2-0 وربنا ما هخاف. يعني انت خايف دلوقتي خفت طبعا. طب انت خايف رهنه بقى. اخاف ايه؟ رهان جديد، مش انت خايف؟ فرصه عليها الاهلي بعبع افريقيا ان شاء الله يا رب يسمع من بقك ربنا. التورتايه انا راهن على فرقه انا ضامنها هتديك 5 هناك، فانا اضمن دي. انما انا مالي ومالي الوداد ولا الرجاء. انت عايز تدبسنا وخلاص؟ لا والله انا ما اضمنش الوداد. انت انا لسه بقول لك لو انت رحت ودفعت كويس وانت كسبان 1-0 هتاخد البطوله. طيب خلاص انما مع سان داونز ورب الكعبه لو جبت اللعيبه وعملتها بسلاسل يا كابتن مهيب. ايوه ما سيبني اكمل كلمتين. لا انت بقالك نص ساعه بتتكلم يا سياده المستشار وحد يتكلم ده سياده. رجع له الفيديو يا عم والنبي يا حسني، هات له الفيديو اللي كان الرهان على سان داونز والاهلي مش الوداد، لان انا قلت الوداد والرجاء والترجي مبروك على النادي الاهلي البطوله. حصل ايوه بس جيت دلوقتي بتقول انا خايف. ايوه خايف عشان جون دخل ان شاء الله نعملها لك التورتايه الاهلي بعبع افريقيا. اتكلم يا كابتن. الوداد يا فندم كسبت سان داونز، الفرقه اللي انت خايف منها. لا ما كسبتش، ده اتعادلت في فرق. اسمع الكلام ما تبقاش زي بتاع طب خلاص اسمع الكلام. ده اتعادلوا، ده هم كانوا بيفكروا في الاهلي ما كانوش بيفكروا. ما تعصبنيش الراجل يا سياده المستشار. في الوداد ما تعصبنيش. ده انا ما اعرفش القرنانه دي والله. كان نفسي عشان بس ايه يعني جماهير النادي الاهلي تعرف ان عندهم 2 بس هم اللي شايلين الدنيا كلها، بيرسي تاو والشحات. تمام. انما الباقي كله عادي. طيب عادي جدا. ان شاء الله احنا في انتظارك يوم الاحد يا سياده المستشار. ثانيه واحده يا كابتن مهيب. لا اله الا الله. اتفضل. خليني اختم. في رهان بيني وبين الكابتن رضا. طيب ماشي. الاهلي بعبع افريقيا. ما دي موجوده خلاص. وحياة المصحف ما اقولها الا لو انت كنت كسبت سان داونز، يعني لعبت سان داونز وربنا كنت مش بعبع. لا بس هو حقه نعمل له تورتايه يعني. لا انت بقى براحتك. انت براحتك انت وهو. انا ما راهنش. بص انا الماتش اللي فات ده اقسم بالله 4-0 كابتن رضا من الرهان. طب بلاش بقى مقاطعه بقى، خلينا بقى يوميها والنبي يا سياده المستشار عشان انا خايف. طيب ماشي. يا اما الرهان مستمر يا اما تكتب لي دلوقتي انسحاب الكابتن رضا من رهان اشرف. لا انا اعمل ايه بقى؟ ناس مش عندهاش فكره. اعمل لك ايه بقى؟ هو كان الرهان على ايه يا استاذ اشرف؟ يا استاذي الوداد طلعت سان داونز. طيب ماشي خلاص. لا مش ماشي. استنى يا عم مهيب. استنى ده هم لازم اطلع فاصل. شكرا يا استاذ اشرف. في اعلانات. سياده المستشار اشكرك وفي انتظارك يوم الاحد ان شاء الله. والراجل ما انسحبش، الراجل موجود وهنعمل لك ان شاء الله من غير مقاطعه الاهلي بعبع افريقيا. تمام؟ اتفضل. شكرا حبيبي. فاصل.